اهلا وسهلا بكل باينيرز تانية اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض ال third month exercise اللي موجود في كتاب التقييمات. الاكسرسايز ده موجود من بعد امتحان الشهر، يعني من اول درس النيوتريشنال كيمستري اللي هو في يونت 2 ويونت 3 كلها ويونت 4 كلها. فهي فرصة كويسة جدا ان احنا نلم التو يونتس الاخرانيين دول من بعد امتحان الشهر. يعني يمكن المذاكرة ما كانتش أحسن حاجة، جه امتحانات ال A level وهكذا، فالوقت ضاع يعني. فتعالوا نلم الدنيا دي مع بعض. تعالوا نبدأ بأول سؤال. correct the underlined word. بيقول لي deficiency of growth hormone secretion cause increase في البلاد جلوكوز level. هل احنا جبنا سيرة الجروث هرمون؟ لا طبعا. امال مين اللي بيأثر على البلاد جلوكوز level؟ الانسولين. طب هو ايه اللي بيحصل لما الانسولين بيقل؟ الشخص ده بيبقى عنده دايابيتس اللي هو مرض السكر. ايه is considered monosaccharide؟ عندنا جلوكوز، ده موجود في الجريبس، او fructose وده موجود في الفروتس. proteins are composed of basic units called fatty acids. طبعا البروتينز مش بتتكون من fatty acids، بتتكون من حاجة اسمها amino acids. proteins are detected using iodine solution. طبعا مش الايودين، هنغيره ونحط بيورات. طب لو فاكرين الايودين كان بيدور على ايه؟ كان بيدور على الستارش. طيب البيورات لو لقى بروتين يقلب من اللون البلو ويبقى فايلت. chromoplasts are usually found in plant leaves. طبعا الكروموبلاست هي الكالرد بلاستيدز، فدي مش بتكون موجودة في الليفز، بتكون موجودة في الفروتس، وكمان موجودة في البيتلز اوف flowers، هي اللي بتديها اللون. Carbon dioxide is considered from the main factors in Van Helmont experiment for growth of willow tree. طبعا فان هيلمنت كان بيعمل حاجة واحدة بس، ان هو يعمل watering للبلانت، فقال ان المين فاكتور هو الواتر. Hydrogen gas is produced as a byproduct of photosynthesis. byproduct يعني حاجة البلانت كونها بس مش محتاجها، ده مين؟ ده الأكسجين. The cells that contain largest number of mitochondria. largest number of mitochondria بتبقى محتاجة ATP كتير أو energy كتير، يبقى دي الليفر أو المصل. photosynthesis reactions occur on the inner membrane of mitochondria. طبعا الميتوكوندريا يبقى cellular respiration. طب أنهي جزء في cellular respiration اللي بيحصل في الانر membrane؟ ده هو electron transport chain. Gas exchange is the process that includes both anabolism وcatabolism. الانابوليزم والكاتابوليزم هما جزء من الميتابوليزم. الميتابوليزم اللي هو الحرق او العمليات اللي بتحصل جوه الجسم بتاعنا، جزء منه اسمه انابوليزم يعني بيبني، لكن الجزء التاني كاتابوليزم يكسر عشان يطلع طاقة. Krebs cycle reaction occur in the presence of. طبعا الكريبس سايكل محتاجة أكسجين. One of the products of the second stage of cell respiration. طبعا ال second stage of cell respiration مقسومة بين ال Krebs cycle وال electron transport chain، بس أهم حاجة فيها هي ال ATP اللي بتطلع كتير قوي من ال electron transport chain. بالنسبة كمان بيطلع water وبيطلع carbon dioxide. Scientist Mendeleev explained the continental drift. طبعا مين اللي عمل continental drift؟ ألفريد فيجنر. The Great African Rift Valley was formed as a result of transform movement of continental plates. طبعا مش transform movement، كانت divergent movement. قلنا ال divergent movement هي اللي بتكون حاجة جديدة، فكونت oceanic زي ال Red Sea، كونت continental زي ال Great African Rift Valley. بعد كده بيقول لي the Red Sea formation is example of convergent plate movement. convergent يعني بيقربوا من بعض. مين اتكون لما قربوا من بعض؟ عندنا مثلا Japanese Islands، دي volcanic island اتكونت نتيجة ان في اتنين oceanic crust قربوا قوي من بعض. rock masses that penetrate الاتموسفير و fall to the earth are called lava. طبعا ما اسمهمش lava، اسمهم meteorites. hematite is composed of. طبعا الهيماتايت هو عبارة عن red iron oxide
عشان كده قلنا ان ده من الاكزامبلز بتاعت الكومباوند مينرالز. طيب امال ايه الصوديوم كلورايد ده؟ الهالايت. خلي بالكم الاتنين اسمين قريبين من بعض. The process of transporting rock fragments away from their original place is called. طبعا لو انا هنقلهم من مكانهم يبقى ده اسمه erosion. لكن لو أنا هكسرهم اسمها weathering. The mineral used by ancient Egyptians in making eye كحل is اسمه الجالينا. امال ايه الأوبال ده؟ ده mineraloid. يعني ايه mineraloid؟ يعني شبه المينرالز في كل حاجة بس ما عندوش crystalline structure. Soil is classified into transported و sedentary. transported يعني بتتكسر بعدين تتنقل لمكان تاني. sedentary يعني بتتكسر بالراحة خالص وتفضل في نفس المكان. يبقى ده according to ايه؟ accordingly ال way of formation. يعني ازاي السويل دي بتتكون. السؤال اللي بعد كده scientific term organic compounds composed of carbon hydrogen oxygen و source of energy. طبعا دول الكربوهيدراتس. type of sugar consists of two monosaccharides. two يبقى على طول disaccharide. كمان قال لي معلومة مهمة قوي انه في one water molecule removed. بشيل one water molecule. هو انا بقسم الكربوهيدرات حسب عدد المونوساكرايدز. لإيه؟ بقسم الكربوهيدرات حسب المونوساكرايدز ليه؟ يا إما مونوساكرايد يا إما أوليجو ساكرايد. والأوليجو دي من 2 ل10. إما بولي وده معناه إنه كتير. لكن الأوليجو ده بيبقى جزء منه أو نوع سبيشال منه كده الدايساكرايد اللي هما 2 بس. simplest form of carbohydrates that cannot be hydrolyzed into simpler form. ده طبعا يبقى كده بيتكلم على المونوساكرايد اللي هي أصغر حاجة. دي اليونت اللي أنا بعد بيها. organic substance having same composition as carbohydrates. يعني ايه same composition؟ يعني نفس ال elements carbon hydrogen oxygen و provide the body with larger amount of energy. طبعا الفاتس لأن الفاتس provide البادي بتوايس الانرجي بتاعة الكربوهيدرات. بس لو فاكرين واحنا بنشرح قلنا انها بطيئة شوية انها تديني الطاقة دي. organic chemical compounds المين سورس بتاعتها butter eggs milk meat nuts و vegetable oil. طبعا الاويل والباتر يخلوني على طول افهم ان احنا بنتكلم برضو على الفاتس. لان الميلك والميت والايجز التلاتة دول مشتركين بين الفاتس والبروتين. chemical compounds composed of basic units soluble in water called amino acids. مين بقى اللي بيكون من amino acids؟ البروتينز. cell organelles found in the green parts of plant و green algae. طبعا مين اللي موجود في الأجزاء الخضراء بس؟ دي الجرين بلاستيدز. واحنا بنسمي الجرين بلاستيدز كلوروبلاست. ودي طبعا مهمة جدا عشان الفوتوسينثيز process. Number 8 a process in which plant use sunlight to produce their own food. البلانت بيعمل own food ازاي؟ بالفوتوسينثيز process. vessels allow water و mineral salt to move from the roots لبقية البلانت. ده يبقى اسمه ايه؟ ده يبقى اسمه xylem. One part of the chloroplast composed of structural unit called discs. طبعا الديسكس اللي هي الثايلاكويدز. يبقى انا كده بتكلم على الجرانا. خلي بالك الجرانا هي الصفوف الكتير من الثايلاكويدز اللي جنب بعض زي كده. ده كده اسمه جرانا عشان كذا صف. قلنا كأنه كومباوند وفيه عماير كتير. لكن لو انا بتكلم على عمارة واحدة يبقى اسمها جرانم. chemical reactions that don't depend on light. don't depend on light يبقى على طول light independent. واحنا عارفين ان اللايت independent دي بتحصل في الستروما. ليه بتحصل في الستروما؟ علشان هي فيها enzymes بتشتغل ككاتاليست. يعني تسرع الكيميكال رياكشن من غير ما تحتاج temperature معين. a vital process in which oxygen and carbon dioxide gases are exchanged with surrounding environment. طبعا طالما أنا ببدل باسمه gas exchange. solution that loses its color in the absence of oxygen from the surrounding medium. ده طبعا الميثايلين بلو. هو لونه بلو طول ما فيه أكسجين. أول ما يختفي الأكسجين اللون يختفي. the membrane where reactions occur producing largest amount of ATP. دي ال inner membrane. لو فاكرين ال inner membrane كان اسمها كريستاي عشان فيها folds كتير.
natural openings in plant leaf through which they obtain atmospheric oxygen needed دي stomata. newly developed technology that stimulates أو simulates suitable conditions for agriculture يعني بتقلد mimic to perform photosynthesis in multi-story building. طبعا ده ايه؟ ده اسمه vertical farming process that consumes ATP in building large complex molecules. طب لما ببني يبقى ده اسمه anabolism. process that release ATP release ATP بتطلعه لما تكسر يبقى ده catabolism. device provides accurate data about metabolic rate at rest, helping in effective planning of diet, exercise to manage the body weight. ده اسمه ايه؟ اسمه metabolic analyzer يعني الجهاز اللي بيحلل الميتابوليزم بتاعنا. Natural rapid successive vibrations occurs in the earth's crust. طبعا the earthquake. Layer formed from the fusion of the earth's crust and solid part of upper mantle the lithosphere. Naturally occurring inorganic solid substance عندها crystalline structure و definite chemical composition ده اسمه mineral. Soil formed as a result of slow weathering of rocks in same place. طالما قال لي same place يبقى sedentary soil. دلوقتي بقى تعالوا نحل أسئلة جاف ريزن مع بعض، بس هنحلها طبعا من الشيت. انتوا عارفين انه على طول بينزل لنا الشيت بتاع الريفيجن ده موجود محلول PDF علشان تقدروا تذاكروه، وهتلاقوه موجود في الديسكريبشن بوكس. ادي كل أسئلة الكوريكت والساينتفك تيرم. هنبتدي دلوقتي بقى في الجاف ريزن. اول سؤال بيقول لي glucose is one of the simplest carbohydrates. ليه الجلوكوز سيمبل قوي؟ لان الجلوكوز يعتبر من المونوساكرايد، واحنا اتفقنا المونوساكرايد دي السيمبلست فورم وما اقدرش اعمل لها هيدروليسيس لاكتر من كده. starch is considered polysaccharide. يعني ايه polysaccharide؟ polysaccharide يعني بتتكون من اكتر من 10 monosaccharides. sweet taste of some fruits such as grapes و apples. ليه في sweet taste في الفروتس؟ لان فيها كربوهيدرات، بالذات مين؟ بالذات المونوساكرايد زي الجلوكوز. The body can fast for several hours without food. ليه بنقدر ان احنا نصوم فترة عن الاكل؟ لانه احنا في الفترة دي بنعتمد على الاكسس كربوهيدرات اللي احنا خزناها. احنا لما كلنا كتير قبل كده جسمنا خزن الاكسس ده في صورة فاتس في البادي سيلز او جلايكوجين اللي هو تجميعة الجلوكوز في الليفر والمسلز. فلما ببتدي ان انا ابقى صايم جسمي بيكسر من الحاجات اللي هو already كونها دي. بيقول لي number 5 white light is considered a compound light. يعني ايه compound؟ يعني في كذا حاجة. ما هو الوايت لايت بيتكون من 7 spectrum colors اللي هم حفظناهم بكلمة رويج، بيب، اللي هم red orange yellow green blue indigo purple. السؤال اللي بعد كده بيقول لي transparent green chlorophyll absorb red و blue. لأن الحاجة الترانسبيرنت بتابزورب كل الكالرز ما عدا اللون بتاعها. كمان هو ايه الهدف من ان هو يابزورب اصلا؟ علشان هو عايز ياخد اللايت انرجي دي ويحولها لكيميكال انرجي يخزنها في الجلوكوز. يبقى هو ليه اصلا بيابزورب اللايت انرجي؟ علشان يحولها لكيميكال انرجي في الفود. Glucose is stored in plant parts in the form of starch. الله، هو ليه ما خزنهوش كجلوكوز واضطر يحوله ستارش؟ قالك عشان الجلوكوز وهو لوحده بيبقى soluble in water بيدوب في المية، فممكن البلانت يفقده في أي وقت، لكن الستارش insoluble فبيعرف يحافظ عليه. Stroma is considered suitable site for completing light independent reaction. اشمعنى الستروما؟ لأن عشان فيها enzymes بتact as catalyst يعني تسرع من الكيميكال رياكشن من غير ما هي نفسها تتأثر. Vertical farming is considered a solution to the problem of limited agricultural land. طبعا لأنه بيديني sustainable solution لفكرة إن مفيش arable land أصلا. يعني إيه؟ يعني هو بيبتدي يزرع ويميمك الظروف المناسبة للزراعة دي في مكان هو أصلا مش أرض زراعية، يبقى هو حل المشكلة. The inner mitochondrial membrane contain folds
that increase its surface area. دايما لما بيقول لي هو ليه في فولدز تنايات بقى، او زي ما قلنا في الكلوروبلاست كانوا ليه قريبين من بعض، الهدف ان انا ازود السيرفيس اريا. طب في الميتوكوندريا انا عايز ازود السيرفيس اريا ليه؟ عشان ازود الانرجي برودكشن. number of mitochondria increase inside the liver والمسلز. اشمعنى؟ علشان هم محتاجين energy اكتر، يبقى they require large amount of energy. cellular respiration stages do not occur effectively في absence of oxygen. دلوقتي cellular respiration مقسوم مرحلتين. الفيرست ستيج، ودي اصلا ما بتدينيش طاقة كتير قوي وبتحصل بره الميتوكوندريا ومش محتاجة اكسجين. لكن المرحلة الاهم هي مين؟ هي السكند ستيج. والسكند ستيج دي هي اللي بتحصل جوه الميتوكوندريا. ولما بتحصل جوه الميتوكوندريا بتبقى محتاجة أكسجين كتير، وفي نهاية السكند ستيج بيبقى عندي large amount من ال ATP. فلو مفيش أكسجين يبقى مفيش ATP كتير أصلا. stoppage of Krebs cycle reactions lead to stoppage of electron transport chain. طبعا أصل الكريبس سايكل هتطلع لي إيه؟ هتطلع لي ثلاث حاجات. أولا هتطلع حبة ATP بس شوية صغيرين خالص. تاني حاجة هتطلع لي كربون دايوكسيد هيطلع للجو أصلا. تالت حاجة بقى هتطلع لي إلكترونز. استفدت أنا إيه؟ الإلكترونز دي هي اللي هتروح الإلكترون ترانسبورت تشين. فلو ما حصلش الكريب سايكل مش هتطلع الإلكترونز اللي أصلا هتروح علشان تعمل الإلكترون ترانسبورت تشين. Cell respiration is considered a breakdown process. هو ليه بسمي cell respiration breakdown؟ لأنه بيكسر فعلا الجلوكوز لكربون دايوكسيد وواتر، والأهم إنه بيريليس energy. Photosynthesis is building up process لأنه بيستخدم حاجات صغيرة خالص molecules بسيطة زي الكربون دايوكسيد والواتر علشان يطلع لي جلوكوز اللي هو large molecule بالنسبة لنا. بس هو بيعمل كده بيكونسيوم energy اللي هي السانلايت أو الانرجي اللي واخدها من الصن. The formation of الكامل crater in western desert. هو ايه اللي خلى الكراتر ده يتكون؟ نتيجة في ميتيورايتس دخلت الاتموسفير بتاعنا ووقعت على المكان ده. oceanic plate subducts او سلايدز تحت الكونتيننتال بليت. ليه يا ترى؟ ليه لو حصل convergence يعني قربوا من بعض ليه هيتكون، او ليه هتكون الاوشانيك هي اللي تحت والكونتيننتال هي اللي فوق؟ تعالوا افكركم. الاوشانيك والكونتيننتال، الاوشانيك دي بتكون ثين جدا رفيعة بس عندها هاي density. اما الكونتيننتال بتكون thick وعندها low density. فليه يا ترى الاوشانيك هي اللي بتنزل لتحت؟ عشان عندها higher density. رقم 18 بيقولوا volcano are considered among the phenomena that affect the earth surface. طبعا عارفين الفولكانو بيعمل ايه؟ الفولكانو بيكون volcanic mountains زي حرة ترهات الموجود في السعودية، بيكون plains وبلاتوز، بيكون كمان islands زي الهوايان ايلاند، كمان بيغطي خالص مدن، بيغير في الريفر كورسز. فطبعا كل ده تغييرات بتحصل بسبب الفولكانو. Long faults are formed in the earth such as San Andreas fault. الفولتس دي كانت نتيجة ايه؟ نتيجة الترانسفورم موفمنت. يعني ايه ترانسفورم موفمنت؟ لان هم بيتحركوا عند ال boundaries بتاعتهم في حركة parallel لبعض، فبتتكون الشقوق الكتير في الأرض. Sulfur و quartz minerals can be distinguished in terms of colors. طبعا لأن السلفر لونه يلو على طول، لكن الكوارتز ممكن يبقى بينك أو فايلت. بناء على إيه؟ بناء على الامبيوريتيز. بس خلي بالك لأن الكوارتز أصلا من الترانسبيرنت minerals، يعني المينرالز اللي بتعدي كل اللايت through it وتخلينا نشوف اللي وراها بوضوح. مايكا is classified as translucent. ليه translucent؟ إنها مش بتباس كل اللايت، فالحاجات اللي وراها بتبان unclearly. The erosion process is related to weathering. طبعا الويذرنج بيحصل الأول فبكسر الروكس وبعدين يحصل erosion إن أنا أنقلهم من مكان. Nile Delta soil is considered an example for transported soil. ليه يا ترى؟ قول يعني ايه transported soil؟ transported soil يعني اتكسرت في مكان وبعدين اتنقلت لمكان تاني. يبقى لأن النايل ريفر اتنقل من الفراجمنتس اللي اتكونت في الإثيوبيان بلاتو لحد مصر.
The properties of transported soil مختلفة عن السيدنتري طبعا، لأن transported غيرت حاجتين، غيرت مكانها والproperties بتاعتها أو الchemical composition، لكن السيدنتري حافظت على حاجتين، حافظت على مكانها same place same properties أو same chemical composition. بعد كده عندنا سؤال what happens، بيقول لي eating excessive amount of carbohydrates beyond the body need. قلنا هتخزن في مكانين، هتخزن في الجلايكوجين في صورة جلايكوجين في الليفر والماسلز، وفاتس في البادي سيلز. decreased secretion of insulin hormone by البنكرياس. طبعا ساعتها الشخص ده يعاني من الدايابيتس. طب ايه السيمتومز اللي بتظهر عليه؟ ان في excess body loss وثيرست جامد جدا واليورينيشن. adding drops of yellowish brown iodine للinner part of potato. خلي بالك البوتيتو مليانة ستارش، فالايودين هيقلب لون دارك بلو. adding drops من البيورات reagent لانيمال بروتين، طالما في بروتين يبقى هينقل من البلو للفيولت. combination of one glucose unit مع fructose unit. خلي بالك الجلوكوز ده مونوساكرايد، فركتوز ده مونوساكرايد برضو، الاتنين على بعض هيبقوا دايساكرايد اللي هو مين بقى؟ اللي هو السكروز. بس خلي بالك ان هما لازم عشان يمسكوا في بعض يطلعوا لي one water molecule. excess intake of dietary supplements rich in amino acids. طبعا ساعتها هتأثر على الليفر والكدني. adding Sudan 4 solution to reach food rich in fats. السودان 4 هيخلي فيه رينج او ريد اورنج رينج على السيرفس بتاع السوليوشن. adding phosphate group to adenosine diphosphate. هو اصلا diphosphate، لما نحط له فوسفات كمان هيتكون لي adenosine triphosphate. extension of edges of some thylakoid discs in 1 granum. ليه 100 الإيدجز of disc في جرانم تانية؟ أنا كده بزود السيرفس اريا. طب استفدت إيه إن أنا زودت السيرفس اريا؟ هخلي في لايت أكتر ففي photosynthesis أحسن. removal of grana من الكلوروبلاست مش هتحصل light dependent. ليه؟ لأن الكلوروفيل اللي في الجرانا هو اللي بيأبزورب اللايت انرجي. failure to store glucose in the form of starch. هيحصل loss للجلوكوز ده، لأن الجلوكوز أصلا قلنا soluble in water فالبلانت هيفقده. passing carbon dioxide through soda lime وصوديوم هيدروكسيد طبعا هيabsorb it. disappearance of crystal from the inner membrane of mitochondria. لو مفيش الكريستاي مفيش التنايات دي يبقى مش هيحصل ATP production كتير، يعني الانر ممبرين هتطلع كمية قليلة أو يمكن ما تطلعش انرجي خالص. stoppage of electron transport chain reactions inside the mitochondria. هنا طبعا مش هتطلع انرجي خالص. increase في temperature above 20 degrees Celsius في الفوتوسينثيس. طبعا ال 20 دي هي الاوبتيمم temperature، يعني دي احسن درجة حرارة عشان يحصل فوتوسينثيس. فلو درجة الحرارة زادت عن ال 20 هتبتدي تقل الفوتوسينثيس لحد ما تستوب خالص. removal of enzymes from الميتوكوندريال matrix. طبعا لو الانزيمز مش موجودة مش هيحصل الرياكشن. rupture of الأوتر mitochondrial membrane. الأوتر membrane كانت بتعمل ايه؟ كانت بتبروتكت الكومبوننتس وكمان كانت بتعمل كنترول على ايه اللي بيدخل وايه اللي بيخرج من السيل. reaction of pyruvic في الكريب سايكل. الكريب سايكل بتطلع لنا 3 حاجات. أول حاجة كمية قليلة من ال ATP، تاني حاجة الكربون دايوكسيد وده بيخرج للجو، تالت حاجة الإلكترونز اللي هتروح بعد كده للإلكترون ترانسبورت تشين. break down of stored glycogen molecule during digestion. يعني ايه؟ يعني احنا مخزنين جلايكوجين، لما نكسره هيحصل ايه؟ الجلايكوجين هيتحول ويطلع لي جلوكوز اللي هو smaller molecules، وكمان هيريليس energy. decrease in the number of electrons involved in electron transport chain في الميتوكوندريا. ده هيخلي الانرجي برودكشن يقل طبعا. tectonic plates moving side by side. side by side يعني parallel لبعض in opposite direction، دي transform movement. قلنا transform movement فيها حاجة مميزة قوي إنها بتكون لي الفولتس زي السان أندرياس فولت. strong earthquakes occurring in certain area. earthquakes بتعمل emergence أو submergence لإسلاندز أو coasts، بتعمل landslides أو landslips، بتعمل cracks، بتعمل تسونامي. ماجما eruption من جوه الإرث لبره. طبعا ده كده volcanic eruption وهتطلع في صورة لافا، ممكن يبقى فيه ashes وطبعا هتخرج التوكسيك جازز معاه. spread of volcanic ash in environment. ده بيغطي السيتيز أصلا بالأش ده وممكن يعمل air water pollution.
change in amount of impurities في الكوارتز ده على أساسه هيختلف اللون pink أو violet. light falling on talc، التلك ده كان من الأوبيك فهو مش هيخلي اللايت يباث through. 28 recycling of minerals، لو عملنا recycling هيحصل sustainability للresources. rocks not being exposed to any type of weathering، الروكس لو ما اتكسرتش يبقى هتفضل روكس زي ما هي وده مش هيكون لي soil. بعد كده عندنا سؤال what is meant by، يعني ايه nutritional chemistry؟ احنا قلنا nutritional chemistry ده جزء من الكيمستري او برانش من الكيمستري بيهتم بدراسة ال types of food او النيوترينز اللي موجودة في الفود، يعني المغذيات. طب يعني ايه carbohydrates؟ الكربوهيدرات دي organic chemical compound. organic يعني ايه؟ يعني بتعتمد بشكل اساسي على الكربون والهيدروجين اللي جواها، وهي جواها كربون وهيدروجين واكسجين. طيب يعني ايه مونوساكرايد؟ دي ابسط فورم من الكربوهيدرات ومش بيحصل له هيدروليسيس، يعني مش بكسره لابسط من كده، لانه لو اتكسر هيتكسر فعلا بس مش هيبقى كربوهيدرات خلاص. دايساكرايد دي نوع معين من الاوليجوساكرايد سبيشال، لانه بيتكون من اتنين موليكولز من المونوساكرايد لما عملوا كومباينيشن مع بعض لوست او ووتر موليكول. يعني ايه فاتس؟ دي اورجانيك كومباوندز عندها الكومبوزيشن بتاعها زي الكربوهيدرات بالظبط. يعني ايه؟ يعني كربون هيدروجين اكسجين، بس بتدي twice as energy as الكربوهيدرات، يعني بتدي ضعفين الطاقة. الكوليسترول ده فاتي سبستنس موجودة في الجسم، بيحصل ديبوزيشن من الكوليسترول ده على الارتريز من جوه فيعمل لها بلوكج ويعمل هارت ديزيز. البروتينز البروتينز دي برضو اورجانيك كيميكال كومباوندز، بس المرة دي بتتكون من كربون هيدروجين أكسجين نيتروجين وساعات فوسفورس. طب بتتكون من building units اسمها أمينو أسيدز. نمبر 8 light dependent reactions، دي مجموعة من الكيميكال reactions بتحصل جوه الجرانة بتاعة الكلوروبلاست على الانر ممبرين أو على الممبرينز بتاعة الثايلاكويدز، وطبعا محتاجة وجود اللايت. نمبر 9 بيقول لي لايت اندبندنت رياكشنز، دي مجموعه برضو من الكيميكال رياكشنز بس المره دي بتحصل في الستروما عشان جواها انزيمز ومش محتاجه وجود اللايت. كلوروفيل ده جرين بيجمنت، موجوده فين؟ موجوده في الجرين بارتس بتاعه البلانت او الالجي. يعني ايه؟ يعني موجوده في مثلا الليفز الهربيشيوس ستامز، هي مسؤوله عن انها تخلي البلانت جرين، كمان هي مسؤوله انها تابزورب اللايت انرجي. الفوتوسينثيز دي بروسيس بتقوم بيها الجرين بارتس بتاعت البلانت والالجي عشان يعملوا its own food اللي هو الجلوكوز. الانزيمز دي مجموعة من البروتين موليكيولز بتشتغل ككاتاليست. يعني ايه كاتاليست؟ يعني بتسرع من الريت اوف كيميكال رياكشنز، بس ده بيكون طبعا موجود جوه الليفينج اورجانيزمز، يعني جوه البلانتس او جوه الهيومن والانيمال. كلوروبلاست دي سيل اورجانيل شبه اللانتل جرين، وبتكون موجودة في الجرين بارتس بتاعت البلانت والجرين الجي. طب الميتوكوندريا دي برضو اورجانيل شبه البينز وموجودة في أغلب السيلز، وهي باور هاوس أو باور ستيشن، يعني بتطلع انرجي في صورة ATP. الجاز اكسشينج في البلانت دي بروسيس بتحصل لما الليفنج اورجانيزم ياخد اكسجين ويطلع كربون دايوكسيد للجو، بس في البلانت بتحصل ثرو الستومata. طب يعني ايه سيلولار ريسبيريشن؟ دي بروسيس بكسر بيها الجلوكوز اللي موجود جوه الليفنج سيلز في وجود الاكسجين mainly لازم يحصل ده في الميتوكوندريا. طب انا ليه بعمل كده؟ علشان يطلع لي ATP molecules او energy. الميتوكوندريال ماتريكس ده الفلويد اللي موجود جوه الميتوكوندريا وبيكون جواه انزيمز، وخلاص عرفنا ان الانزيمز بتشتغل ككاتاليست وتسرع لي من الكيميكال رياكشنز. يعني ايه فيرتيكال فارمنج؟ دي تكنولوجي جديده بتحصل في المودرن سيتيز، بيعملوا مايمامك للكونديشنز بتاعه الزراعه، يعني بيجيبوا artificial lighting، بيجيبوا حاجه اسمها هيدروبونكس تكون فيها الواتر والمينرالز بلانت محتاجها، ويخلوها في مالتي ستروي بيلدينجز كده او حاجات ادوار كبيره علشان يعالجوا مشكله اللاك اوف arable lands. الانابوليك بروسيس دي بروسيس بتكونسيوم ATP عشان تبني لارج مولكيولز، لكن الكاتابوليك بتريليس ATP وتكسر اللارج مولكيولز. الفولكانو دي فينتس يعني فتحات في الارث كراست بتقلعوا المولتن روكس والترابد جازز انها تخرج للسيرفس.
بعد كده عندنا الميتيورايتس دي روكي ماسز دخلت الاتموسفير بتاعنا وبعدين وقعت على الارض. هي اتحرقت شويه مش كلها لانها كبيره، بس لما وقعت على الارض كونت لي كراترز كبيره زي اللي في اريزونا وزي اللي في ماونت كامل في ايجيبت. الريفر سويل دي بتبقى سويل اتكسرت واتنقلت لمكان تاني، علشان كده بتبقى نوع من الترانسبورتد سويل. ميكانيكال ويذرنج ده بريكنج او فراجمنتيشن للروكس بكسرها، بس الميكانيكال ده بيحصل عن طريق يا اما الواتر، يا اما التمبريتشر ديفرنس، يا اما البلانت روتس، يا اما الويند او حركة الهواء الجامدة جدا. طب يعني ايه non renewable resources؟ دي natural resources جاية من الأرض، بس ما بعرفش أعمل لها replenish أو ما بعرفش أكونها مرة تانية طالما استخدمناها. تعالوا بقى نحل سؤال الكومبير. بيقول لي جلوكوز وسيلولوز in the term of hydrolysis ability. الجلوكوز ما بعرفش اعمله hydrolysis، لكن السيلولوز نقدر لانه بولي ساكرايد، لكن ده مونو ساكرايد. color of banded with high concentration و low concentration of glucose. الهاي يطلع لي لون ريد، لكن اللو يطلع لي لون جرين. cellular respiration والجاز exchange في البلانت. هنا هنقول بس الديفينيشن ان cellular respiration دي process بتحصل جوه الميتوكوندريا وبتبقى بهدف ان احنا ناخد energy نكسر فيها الجلوكوز in presence of oxygen. لكن الجاز exchange انه ياخد من الجو اكسجين ويريليس كربون دايوكسيد عن طريق الستومata. photosynthesis والسيلولار ريسبيريشن في البلانت time of occurrence. طبعا الفوتوسينثيز بيحصل في الداي تايم بس، لكن السيلولار ريسبيريشن بيحصل في day و night. الفوتوسينثيز بيحصل في الكلوروبلاست، لكن السيلولار ريسبيريشن بيحصل في الميتوكوندريا. ايه الايكويشن؟ بص يا شباب لان ده مهم جدا. الايكويشن بتاعت الفوتوسينثيز فكر معايا كده، هو انا احتجت ايه في الفوتوسينثيز؟ احتجت كربون دايوكسيد واحتجت واتر وجبت انرجي من الصن. حلو، برافو عليك. طلعت ايه بقى؟ طلعت جلوكوز C6H12O6 مع اكسجين. حلو قوي، صح جدا. بص بقى هنعمل ايه. هنمشي نوزع نمبر 6. هدي هنا 6 هنا 6، الانرجي طبعا مش هتاخد حاجه. هاجي عند الجلوكوز هلاقي عنده 6 بتاعته، لكن الاكسجين ياخد 6، يبقى دي بالانس ايكويشن. طب تعالى نشوف كده ال cellular respiration. يلا بينا. انا استخدمت جلوكوز كسرته in presence of oxygen وطلعت كربون دايوكسيد وطلعت واتر وطلعت انرجي كتير. حلو، تعالى نعمل بالانس. برضو نفس الفكرة بالظبط، انا همشي اوزع 6 ما عدا الجلوكوز. نحط هنا 6 وهنا 6 وهنا 6. هتلاقوا ايه بقى؟ هتلاقوا ان التو equations عكس بعض. الرياكتنس هنا هو برودكت هنا، والرياكتنت هنا هو برودكت الناحية التانية. نمبر 5. The structure of ATP و ADP. ال ATP عبارة عن أدينيزين تراي فوسفات، يعني أدينين رايبوز وتلاتة فوسفات. أما ال ADP أدينين رايبوز واتنين فوسفات. anabolic و catabolic in term of definition. يعني ايه anabolic؟ يعني building up large molecules بس بconsume energy. طب يعني ايه catabolic؟ يعني breaking down ال large molecules بس بريليس energy. الانرجي هنقول هنا consume هنا release. example الانابوليك زي الجلوكوز في الفوتوسينثيز، ان انا ابني بروتين، ان انا ابني جلايكوجين، ان انا ابني ATP. الكاتابوليك العكس تماما، يعني لما بكسر الجلوكوز اللي انا عملته في الفوتوسينثيز في السيلولار ريسبيريشن، لما بكسر البروتين، لما بكسر الجلايكوجين، لما بطلع من الاي تي بي اي دي. يبقى انا كده قلت الانابوليك والكاتابوليك. خلي بالكم كل سؤال الكومبير برضو موجود كله محلول في تيبلز بقى واضحه وبشكل منظم برضو في الشيت بتاعنا. كراب سايكل والالكترون ترانسبورت تشين، مكانه والبرودكت. الكراب سايكل بيحصل فين؟ الكراب سايكل بيحصل في الماتريكس، لكن الالكترون ترانسبورت تشين بتحصل في الانر ممبرين. البرودكت كريب سايكل بيطلع 3 حاجات المفروض نبقى حفظنا خلاص: كربون دايوكسيد، اي تي بي قليل، والكترونز. لكن الالكترون ترانسبورت تشين بيطلع لي اي تي بي كتير وواتر. الهيمالايز والانديز ماونتن كوز اوف فورميشن. الهيمالايز اتكونت نتيجة convergent movement بين 2 continental plates، لكن الانديز اتكونت من convergent movement between واحدة اوشانيك واحدة continental. الاوشانيك بليت والكونتيننتال بليت
بيتكونوا من ايه؟ لسه قايلينها من شويه، الاوشانيك بتتكون من thin بس high density، الكونتيننتال thick بس low density. الكالسايت والبيروكسين، الكالسايت اتكون نتيجه الكريستاليزيشن من الهيدروثيرمال فانتس، لكن البيروكسين من الماجما سوليديفيكيشن. واوعى تنسى ان البيروكسين والاوليفين اتكونوا من الماجما اللي فيها مغنيسيوم وايرون كتير، لكن المايكا والكوارتز اتكونوا من الماجما اللي فيها سيليكا كتير. نايل دلتا سويل وماريوت سويل نوعهم طبعا نايل دلتا ترانسبورتد لانها جايه لنا من الاثيوبيان بلاتو، لكن ماريوت سيدنتري لانها اتكونت من السلو ويذرنج بتاع اللايم ستون وستاندي ستون. بعد كده عندنا سؤال بيقول لي mention one importance، ايه أهمية البندكت؟ البندكت يا شباب بيساعدني ان انا ادور على الجلوكوز، لان لو في جلوكوز البندكت هيقلب حسب الكونسنتريشن، لو لو كونسنتريشن هيقلب جرين، ميديوم يقلب اورنج، وهاي كونسنتريشن يقلب ريد. اما الايودين فبيدور على الستارش، ولما بيكون في ستارش بيقلب من اليلوش يلو للدارك بلو. البنكرياس بيكون لي هرمون مهم اسمه الانسولين اللي بيظبط مستوى الجلوكوز في البلد. كربوهيدرات ليها أهمية كبيرة قوي للليفنج اورجانيزم وفي الاندستري. ليفنج اورجانيزم هي مهمة علشان تدينا انرجي، مهمة للبرين فانكشن، مهمة كمان علشان السليلوس اللي بيكون السيل وول بتاع البلانت، مهمة عشان النكتار بتاع الفلاورز. في الاندستري بقى بنعمل منها حاجات كتير زي الميديسن والكوزماتكس. اما البروتين فهو برضو مهم لينا وللاندستري. بنعمل ايه بالبروتين؟ احنا بنبني المسلز، بنعمل انزيمز وبنعمل انتي بوديز. طب وفي الاندستري بنعمل الجيلاتين، بنعمل الانسولين. الفاتس بقى دي مهمة عشان هي source of energy أكتر من double الكربوهيدرات. الجرانا مهمة علشان اللايت dependent reactions بتحصل فيها. الستوماتا بيحصل جاز اكسشينج جواها. electron transport chain بتديني كمية كبيرة من ال ATP. الميتابوليك ريت انالايزر بيساعد في البلاننج بتاع الدايت والاكسرسايز علشان الويت مانجمنت. خلي بالكو أسئلة ال importance وال compare والحاجات اللي فيها اسئلة كتير دي بقت بتيجي كتير في الامتحانات، فعلشان كده انا عايزة نحلها مع بعض كتير. كمان مهم ان انتوا تقدروا انكم تبقوا عارفين تعبروا. طب اللي مش بيعرف يعبر الشيت موجود علشان لما تشوف الفيديو معايا وتشوف انا بساعدك انك تعبر ازاي. keywords مهمة، بقولكش لازم تكتب الجملة كده بس، في keywords ما ينفعش تقع منك. anabolic process دي بتساعدني ابني large molecules. catabolic process بتطلع لي energy. explain how to detect the presence of each of the following. ازاي ادور على الجلوكوز؟ عشان ادور على الجلوكوز لازم استخدم البندكت. طب ازاي ادور على الستارش؟ استخدم ايودين. طب ازاي ادور على البروتين؟ استخدم بيورات. طب ازاي ادور على الفاتس؟ استخدم سودان 4. طب الكلوروفيل بيجمنت في الكلوروبلاست، لو فاكرين الكلوروفيل كنا بنعمل لها اكستراكشن كده بالايثايل الكحول. فاكرين الاكسبيرمنت اللي كنا بنقول انا هجيب الليفز واغليها علشان اقتل السيلز اللي جواها وابوظ السيل وول، وبعدين هبتدي ان انا احطها في الكحول علشان الالكحول ده هيشيل منها الكلوروفيل، وبعدين هغسلها كده عشان تبقى سوفت واحط لها ايودين. يبقى كده انا لو عايزه اعرف فيه كلوروفيل ولا لا هحط ايثايل الكحول، السوليوشن اللي طالع هو اللي هيقول لي فيه كلوروفيل ولا لا. الستارش بدور عليها ازاي؟ سواء في الجرين بارتس او الستارش العادي بدور عليها بالايودين سوليوشن. express with balanced symbolic equation the following writing conditions if it's found. الفوتوسينثيز احنا لسه كاتبين الايكويشنز بتاعت الفوتوسينثيز، قلنا بستخدم كربون دايوكسيد، بستخدم واتر، وبستخدم انرجي علشان يطلع لي. هنا طبعا لازم يكون في كلوروفيل علشان يطلع لي جلوكوز واكسجين. قلنا هنعمل لها بالانس ازاي؟ وزع 6 6 و6 هنا، واوعى تحط عندك جلوكوز عشان عنده 6 بتاعته. طيب السيل ريسبيريشن اعكس C6H12O6 بلس اكسجين، وهنقول الانزيمز بتاعت الميتوكوندريا هيطلع لي كربون دايوكسيد وواتر و ATP او انرجي كتير. برضو هنعمل بالانس بان انا احط 6 6 و 6.
conversion of adenosine diphosphate لأدينوزين ترايفوسفات ADP هخليه ازاي ATP هضيف له واحدة phosphate group. Answer the following questions. Why does cholesterol pose a great different danger to human health؟ قلنا الكوليسترول بيعمل ايه؟ بيعمل heart disease، بيعمل blockage للارتريز. Photosynthesis depend on several factors. Mention two. ايه ال two factors اللي ممكن نقولهم؟ في ثلاثة في ثلاثة فاكتورز أساسيين اتكلمنا عليهم اللي هما الكربون دايوكسيد concentration، وقلنا أحسن حاجة كانت 0.1%، اللايت intensity، والتمبريتشر، وقلنا أحسن temperature كانت 20. بعدين قلنا إن في wind water وminerals. Classify the following process لأنابوليك وكاتابوليك. wound healing دي طبعا anabolic. conversion of amino acids صغيرين هيطلعوا لي بروتين كبير يبقى anabolic. cell respiration catabolic. conversion of fats للانرجي catabolic، طالما بيطلع energy يبقى catabolic. mention one difference بين ال first وال second stages of cell respiration. في ال first بيحصل في السيتوبلازم من غير أكسجين، لكن ال second في الميتوكوندريا بوجود الأكسجين. What theory explain the origin of earthquakes و volcanoes؟ طبعا الثيوري اللي بتقول ال earthquakes حصل ازاي وال volcanoes هي ال tectonic plates theory. Mention some predictions made by geologists as result of continuous movement of tectonic plates. قلنا البحرين بتوع مصر هيتغيروا خالص. الريد سي أو البحر الأحمر هيبقى ocean، لكن البحر المتوسط هيبقى continental. Mention three results of volcanoes that contribute to changing the earth surface. خلي بالك الفولكانو دايما بيكون ايه؟ بيكون mountains زي حارة رهاد، بيكون islands زي الهوايان ايلاند، بيكون plains و plateaus. Suggest some solutions to achieve the sustainability of renewable resources و reduce the depletion. قلنا أول حاجة احنا نتجه للرينيوبل أصلا، هعمل recycling، ندور على alternatives. كده يا شباب يبقى خلصنا الريفيجن التالتة بتاعة الشهر التالت. كده يبقى خلاص فاضل لنا الامتحانين مع بعض، استنوهم قريب جدا ويذاكروا كويس. اكتبوا لي في الكومنتس لو في أي جزء مش فاهمينه محتاجين نعمله فيديو مخصوص، وما تنسوش ان انتوا الباينيرز وانا دكتور انجي نبيل.